انا كنت قايمه اعمل بانيه وطلع الجمال. هسيب لك اللينك في اول تعليق. وزي ما بقول لك كنت قايمه اعمل بانيه وطلعت كفته رز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده معايا نص كيلو صدور. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت هعمله بانيه وبعدين غيرت الاتجاه تماما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هضرب الصدور ديت في الكبة وعشان ما تدوشكيش وهجيلك. ضربتها وفرمتها ناعم جدا زي ما انت شايفه كده اهي، وهفضيها هنا كده تمام. وهحط زي ما قلت لك انا قايمه على اساس ان انا اعمل اعمل بانيه، بس غيرت الاتجاه خالص. وهحط هنا معايا فص ثوم مفروم، بصله متوسطه، وربع حزمه كزبره، وربع حزمه شبت. كزبره وشبت، ربع حزمه وربع حزمه، وفص ثوم وبصله متوسطه، وبرده هضربهم ناعم قوي. وبرده ضربت الخضره بتاعتي اللي هي اللي هي الشبت والكزبره ناعم قوي، وحطيتها على وحطيتها على على الفراخ اهو كده. هرجع الكبه مكانها تاني. معايا نعناع مجفف، معايا الحاجه الصغننه قوي دي، ده نعناع، ودي ذره كربوناته عشان ما عنديش بيكنج باودر. عندك بيكنج باودر حطي ربع معلقه، يبقى نعناع مجفف، ذره بيكربونات الصوديوم او كربوناته، توم باودر، كزبره زي ما انت شايفه حاجات بسيطه قوي، كزبره ناشفه، كمون، كل ده شعره شعره، بهارات فراخ، بهارات مشكله، فلفل وملح. يبقى ملح وفلفل، بهارات فراخ، بهارات مشكله، بهارات فراخ، نعناع جاف، وتوم باودر، وبيكربونات الصوديوم، وشعر الكمون وشعر الكزبره ناشفه. وهنزل الجمال ده كله على الفراخ والخضره. ومعايا ده دقيق رز. رز كده احنا عرفنا هنعمل كده عرفت انا هعمل ده دقيق رز طحناه في البيت، كوبايه رز معياريه وطحنتها، بس طبعا فضلت اطحن فيها، وايدي دلوقتي هتدخل اطحن فيها جامد قوي قوي قوي. بس افصل كل شويه الخلاط واعملها، افصل واعملها، وهفضل بقى ادعك في الجمال ده كله، وهطحنه في الكبه واحده واحده، ونرجع نشوف هنعمل دي اول دفعه معايا اهي طلعت، بس انا عشان ما ازعجكوش يعني. طب اعرف منين هي اتعملت؟ اول ما اللحمه او الفراخ كلها تكلكع في حته واحده وتبقى كوره واحده، يبقى كده اتعملت. هاخد الدفعه الثانيه كده اهو. انا بس مش عايزه وبالراحه على الخلاط بتاعك، وبالراحه على حاجتك، ما تحطيهاش مره واحده. بصي انا نص كيلو عملته على 3 دفعات اهوت، واحده واحده كده مع بعضينا عشان حاجه ما تبص. خلاص. الريحه يا جماعه ولا اروع ولا اروع. عايزه اقول لك ما تحطيش البصله صحيحه زي ما انا عملت، ونعيمي الخضره ونعيمي البصله، عشان لو الكبه بتاعتك على قدها زي حالتي كده. بصي لو انت مش قايله لحد ان دي بفراخ، عمر ما حد هيقول ان دي بفراخ ابدا. هي ريحه كفته. انا سيبها بقى في الفريزر تشد على ما على ما يعمل الصلصه بتاعت الكفته. وسيبنا الحله لما دخنت، وده غلط. حطي الماده الدهنيه اللي انت عايزاها. انا بحب اعملها بثوم، ما بعملهاش ما بعملهاش ببصل، بعملها بثومه. لما الثومه كده تاخد لون ذهبي جميل، على طول اقوم نازله اقوم نازله بالقوطه تمام كده. هحط سكر عشان لزوم الصلصه، حبه سكر وحبه فلفل اسمر وملح، وهحط قطعه ماجي. هجيب الملح والفلفل احطهم، وهسيبها تسبك على ما على ما الكفته تشد شويه في التلاجة، ونشكلها مع بعض. حطيت زي ما قلت لك على السلطه ملح وفلفل اسمر وسكر، وهعمل كده حفره هنا في النص كده، حتى مش هستناها ان هي تشد في التلاجة. هي ما شاء الله. حطيت على الجنب كده شويه زيت اهو من هنا كده. طبعا اهالينا بيعملوا حفره في النص كده ونقعد نعمل معاهم. هنسبح بقى
بقى الايه الكفته الحجم اللي انت عايزاه. انا بحبها وسط يعني كده، حلوه قوي قوي. شايفه كده منظرها كده اهو، كده اهو اهي. شايفه بس منظر الكفته عامله ازاي اهو. هعمل قصادك كده كام واحد. بصي زي ما قلت لك حطي. انا البصله نسيت الصراحه كده وحطيتها سليمه، لا انت بشوريها. وكمان عامل خضره عن كده. لو كبتك جامده خلاص. انا الكبه بتاعتي بقى لها سنين وسنين، فعشان كده ايه بقت بعافيه شويه. هخلص بقى الكميه وايه واريها. ودلوقتي يا حبايبي دي الكميه اللي عملتها ريحتها تهوس. شايفين اللون المنظر والقوام اللي عملها اللي عملها نص البانيه اهو. هنحمرها بقى مع بعض كده. بسم الله تبارك الله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت حين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اهو. شايفين بقى هنحمرها كده. شايفه منظر الطاسه. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. طلعي الكفته على اللون الرائع ده وهي اصلا بتغمق شويه، يعني ما تسيبهاش تغمق في الطاسه. بصي ريحتها، بصي نفشت بقت جميله ازاي. حطي بقى التاني ايه، حطي ايه كميه تانيه واخلصها. يا حبايبي القوطه اتسبكت وزودتها ميه، واول ما تغلي هحط الايه، هحط كميه الكفته دي بعد ما كنا بقى اللي كان واللي فضل دول الكميه اللي فضلت ماشي. طبعا كان منها كتير. وقطعت، ما لقيتش عندي غير بطاطسايه صغيره قطعتها مكعبات وحمرتها بعد ما حمرت الكفته يعني في نفس زيت الكفته. وهحطها معايا. وفي تكه بقى هي لازم تعمليها اول ما الايه ما الكفته تغلي غلوه واحده ندفع عليها. زي ما قلت لك حطيت ملح وفلفل ومعلقه سكر في الصلصه. بقى انا هحطها وتغلي غلوه واحده. عملت جنبها ايه رز بايه بشعريه. شايفين بقى بتغلي ازاي. بعد ما تغلي 3 دقايق بالظبط سيبيها تغلي 3 دقايق بالظبط واطفي. وزودي لها شربتها من البدايه. وظبطي الملح والايه وتوابلها من البدايه. اهو يا حبايبي الكفته بعد ما استوت. بصي منظرها اهم حاجه، اهم ما في الموضوع ان انت تاخديها غلوه واحده فقط، علشان لازم تفضل بالقرشه بتاعتها وبالجموديه بتاعتها كده. وانا عملت جنبها رز بشعريه وسلطه بالهنا والشفا. ودي بطاطس. شايفين بطاطس منظرها عامل ازاي والرز عامل ازاي. والرز على القناه موجود. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.